تركي آل الشيخ يطلق الويسكي الحلال في السعودية؟ في خطوة مثيرة للجدل، أعلن تركي آل الشيخ عن إطلاق الويسكي الحلال في المملكة ليغير بذلك قواعد صناعة المشروبات في المنطقة. هذه الخطوة التي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفتح الباب أمام نقاشات حادة حول مفهوم المشروبات الحلال ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية. الويسكي الحلال هو مشروب يحتوي على نكهات مشابهة لتلك التي يجدها محب الويسكي التقليدي، لكنه خالي من الكحول تماما، مما يجعله يتماشى مع المعايير الدينية في السعودية. وقد لاقت هذه الفكرة دعما من بعض الأوساط التي ترى فيها فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوسيع نطاق صناعة المشروبات الحلال في المنطقة. إطلاق الويسكي الحلال يعد تحولا كبيرا في صناعة المشروبات، وهو يعكس تغييرات كبيرة قد تشهدها السعودية في المستقبل القريب. فهل هذا هو بداية لعصر جديد من الانفتاح، أم أن هناك عواقب ثقافية ودينية قد لا تكون محسوبة؟